السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني أحباب في الله، أهلا وسهلا بكم. إحنا اتكلمنا عن حديث في فضل أيام العشر. النهاردة إن شاء الله هنتكلم عن الأعمال اللي نحب نعملها في أيام العشر. إيه هي الأعمال؟ صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. أول حاجة الصلاة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الأعمال الصلاة على وقتها. يبقى أول حاجة الصلاة، تمام؟ طب معلش، واحد مقصر في الصلاة. بص، عشان بس ما طولش عليك، هديك حديث ومثال، تمام؟ الحديث عن رب العزة، الشيطان بيخاطب ربنا سبحانه وتعالى، بيقولوا إيه؟ بيقولوا: عزتك وجلالك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. بمعنى، قال له طول ما عبدك بني آدم في الروح هغوي وهضله عميق. فربنا حاور حوار حلو جدا، عسل. ربنا قال له إيه؟ قال له: عزتي وجلالي لأغفرن لهم ما دام يستغفروني. ماذا بعد أن أقسم الله بنفسه سبحانه وتعالى؟ خلاص، يبقى متيأسش. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. كذلك الباب اللي يجيلك منه ذنوب سد وتوب، خليك ذكي بقى. المهم انت في اخطر ايام في الدنيا، اعظم ايام عند الله عز وجل على الاطلاق، الايام دي ايام العاشر. المهم سدك ايه؟ اجعل صلاتك كثيابك، بمعنى الثياب ده كل ما بيتسخ بتعمل ايه؟ احسنت، بغسله. كذلك صلاتك كل ما تقع قوم وقام تاني. معلش فهمني. طيب افرض مثلا النهارده مصليتش الفجر وظهر وعصر ولقيت المغرب، ادخل صلي المغرب. يجوز؟ ايوه يجوز، انا اللي بقولك يجوز. طب افرض لقيت العشاء بس وانا ما صليتش الاربع الباقيين، صلي العشاء بس. يوم صلي فرض، يوم صلي فردين، يوم صلي 3، يوم مش هتصلي خالص، يوم هتصلي 5، يوم. دي اسمها مجاهدة نفس، ما اسمهاش ان انا بلعب بعلاقتي مع مالك الملك، لا. دي ان شاء الله ينطبق على قول الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. هيهديك. اوعى تموت وانت رافع الراية البيضة، اوعى تموت وانت مستسلمة، اوعى. انتوا في مثال تاني معلش هزوده. تخيل ان انا هقابل حضرتك او هقابل حضرتك الجمعة الجاية، تمام؟ وانا بعمل لحضرتك حاجة بترخم عليك، حاجة بتضايقك. يا ترى قبل ما اقابلك هعتذرلك ولا هتمادى؟ اكيد طبعا هتعتذر. انت لو تماديت تبقى انت غبي. احسنت، هعتذر. والله مثل اعلى، انا كده ميت، وكده هقابل الله سبحانه وتعالى. وانا قابله، وانا ينفع قابله وانا مبطل خالص؟ ولا انا بجاهد نفسي؟ وانا بجاهد نفسي طبعا. هو اللي قال كده: عسى الله ان يعفو عنه. خلاص، المهم كده خلصنا من امر الصلاة. معلش طولت عليكم. تاني حاجة الصيام. الصيام انا عارف الصيام تقيل شوية في الحر، بس والله العظيم ربنا المعين. اقسم بالله انت لو مش مؤمن بالمعين يبقى انت فايتك كتير خالص. انا ان شاء الله عايز اشرح لكم معنى المعين، بس الدرس طويل ان شاء الله. ربنا بيعين، اقسم بالله العلي العظيم. الواحد احيانا ما بيتصح، واحيانا بيكون من فطار اليوم اللي قبله ويصوم اللي بعده عادي خالص ويصوم. يعني ربنا بيعين بطريقة لا تخطر لي على بالي. فخد بالك ان شغلك ربنا هيعينك عليه، امتحاناتك ربنا هيعينك عليها، مذاكرتك ربنا هيعينك عليها. خلاص. تالت حاجة الذكر. اذكروا الله، واذكروا الله في أيام معدودات. اذكر الله الأيام المعدودات اللي هي 10 ذي الحجة، تمام؟ على بعض أقوال أهل العلم أو أهل التفسير. الذكر، النبي صلى الله عليه وسلم ورد في حديث، يعني والله أعلم من باب الأمانة إن ممكن يكون في حد ضعف الحديث. قال لك: أفضل أيام الدنيا عند الله عز وجل فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير. أكثر
أنا لما بقول لك أنا بحب الحاجة دي في اليوم ده ما عملتهاش تبقى أنت مجنون، تبقى أنت ما بتحبنيش، يبقى حبك فيه خلل ولا إحنا اسمعنا. ربنا بيحب الذكر، أنت بتحب الذكر يا رب أشكرك، ويخلي ليك ورد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وخلي ليك ورد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وخلي ليك ورد الصدقة ولو جنيه، الصدقة يا شباب ولو جنيه يوميا، بس جنيه يكون من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيب، فإن الله يتقبلها بيمينه ثم يربيها له حتى تكون مثل الجبل. خلاص ده حديث في البخاري. الصدقة إيه تاني؟ اللهم ذكرني برك لوالديك، إحسانك لجيرانك سواء نصارى أو مسلمين. النصارى لهم حق زي ما جيرانك المسلمين لهم حق. برك لوالديك، صلة رحمك، استغفارك. بالله عليك ما تفرطش. ابن رجب الحنبلي قال لك الأيام دي جمعت فيها أمهات العبادات مثل الصيام والزكاة والحج والصلاة والذكر، جمعت فيها أمهات العبادات. فبالله عليكم ما تنسوش ذكر الله سبحانه وتعالى. عاوزين نسعد وعاوزين نفوز وعاوزين نتوب. يلا يوم عارف أجرب، يلا نجرب.